بص يا صاحبي، ركز معايا كويس علشان اللي هقولهولك ده مش بيحصل غير مرة كل فين وفين. وانا اصلا كنت قاعد بتفرج على يوتيوب عادي خالص، لا بعمل تحقيق ولا بدور على لغز ولا داخل في مود الفضايح بتاع الدارك ويب. فجأة حصلت حاجة لو حكيتها لحد مش هيصدقني. كنت فاتح فيديو لنمبر فايل، ناس تقيلة فعلا في الرياضيات ومحتوى محترم، وببص كده على عدد المشاهدات لقيته واقف عند كام؟ 301 مشاهدة. أيوة، الرقم الأسطوري اللي يوتيوب بطل يستخدمه من سنة 2015. وقتها عقلي ليترلي واقف وقال: إيه ده؟ إزاي؟ إحنا في 2025 يا جدع! بس استنى، ده مش أغرب حاجة. الإعجابات كانت بالملايين، ملايين يا معلم. يعني الفيديو شافوه ناس كتير جدا، لكن العداد اتجمد عند 301. جليتش قديم راجع من الموت. في اللحظة دي حسيت إني مصادف حاجة تاريخية، حاجة الناس العادية ما بتشوفهاش. وقلت لأ، لازم أفهم، لازم أشوف الموضوع ده من أوله لآخره، وأعرف إزاي جليتش اللي اختفى من 10 سنين تقريبا رجع فجأة وبكل برود. قبل ما أفهمك اللي حصل في 2025 لازم نرجع ورا شوية. بس ما تقلقش، مش رجوع تاريخي ولا ممل، لا، ده أهم جزء في القصة. زمان يا صديقي يوتيوب كان عنده نظام غريب جدا، نظام كده تحس إنه معمول بإيدين اتنين مبرمجين قاعدين على قهوة، واحد بيقول للتاني إيه رأيك نخلي العداد يقف عند 301؟ وصدق أو لا تصدق ده اللي حصل. يوتيوب كان بيسيف أول 300 مشاهدة يعدوا عادي جدا، لكن أول مشاهدة بعدهم رقم 301 دي كانت العلامة اللي تقول للنظام يا جدعان ابدأوا فحص، شوفوا المشاهدات دي حقيقية ولا بوتس. فكان العداد يتجمد لحظيا لحد ما الخوارزمية تخلص شغلها. تخيل، نظام كامل معمول حوالين رقم شكله عشوائي بس كان مهم جدا وقتها. ومع مرور السنين الجليتش بقى أسطورة لحد ما اتلغى رسميا سنة 2015 وبقى من ذكريات اليوتيوب القديمة. بس الظاهر إنه ما اختفاش. دلوقتي خليني أقولك اللحظة اللي فهمت فيها إن اللي حصل معاك مش صدفة ولا أرشيف قديم ولا سكرين شوت اتزوق، لأ، دي كانت حاجة أكبر شوية. وأنا ببص تاني على السكرين لقيت حاجة غريبة جدا. الإعجابات بالملايين، تاريخ الفيديو مظبوط، الوصف محدث. يعني احنا مش بنتكلم عن فيديو متجمد من 2012، احنا بنتكلم عن صفحة حديثة شغالة، واللي بوظ فيها حاجة واحدة بس، الفيوز. ساعتها قلت لا، دي مش صدفة، دي حاجة اسمها UI fallback. وده ببساطة يعني لو النظام معرفش يجيب لك الرقم الحقيقي هيلجأ لرقم احتياطي كان متخزن زمان، وطبعا الرقم الاحتياطي ده هو 301. واللي زود الموضوع إثارة إن الفيديو نفسه كان بيتكلم عن نفس الجليتش. يعني يوتيوب قرر يحيي الذكرى بس من غير ما يقصد. فكرت ساعتها يا نهار أبيض، ده احنا لقينا بيض الديناصور وسط السيرفرات. ازاي الجليتش ده رجع تاني بعد 10 سنين؟ التفسير التقني اللي ولا حد بيقوله. بص بقى، انا عارف انك في اللحظة دي بتسأل نفسك سؤال واحد: ازاي حاجة اتلغت وخلاص ترجع فجأة سنة 2025؟ والإجابة غريبة أكتر من الجليتش نفسه. يوتيوب عنده حاجة اسمها Legacy Systems، أجزاء قديمة من الكود لسه موجودة، زي قوة تخزين قديمة محدش قرب لها بس لسه فيها حاجات شغالة. لما يحصل تأخير في استدعاء البيانات من ال API، يعني السيرفر بيتأخر يرجع عدد المشاهدات، الواجهة بتتصرف لوحدها. تقول إيه؟ تقول أنا مش لاقية فيوز، طب نحط الرقم الاحتياطي. ومين الرقم الاحتياطي؟ الأسطورة 301. وده بيحصل أكتر لما الفيديو قديم جدا، الواجهة عربية، النت اتأخر لحظة، الصفحة ريلود نص نص. فبدل ما الرقم الحقيقي يظهر، الواجهة ترجع للرقم اللي كان هارد كودد زمان، وتلاقي نفسك شايف جليتش من 2012 بيظهر تاني بعد 10 سنين من موته. في اللحظة دي حسيت إني حرفيا شايف حاجة ما يفترضش حد يشوفها، حاجة بتحصل ورا الستارة
في غرفة السيرفرات اللي محدش بيدخلها غير مهندسين يوتيوب نفسهم. ليه؟ لأن اللي ظهر قدامي ما كانش رقم، كان رسالة بتقول إحنا لسه عندنا بقايا من الماضي ولسه ممكن تظهر لو الدنيا لخبطت. يوتيوب منصة ضخمة بشكل خرافي، كل يوم فيها تحديث، اختبار، تغيير. ساعات الواجهة تسبق البيانات، ساعات البيانات تسبق الواجهة، وساعات الاتنين يزعلوا من بعض. وقت الزعل بيظهر حاجات زي 301. وفكرت وقتها، هو إيه اللي حصل؟ هل كان السيرفر بيسحب بيانات؟ ولا واجهة العربية عملت لود غلط؟ ولا الفيديو القديم ده بالذات ليه ميتا داتا شبه متجمدة؟ كلها احتمالات، بس اللي متأكد منه إن اللحظة دي أكدت إن رقم 301 مش مجرد ذكرى، دي قطعة من نظام قديم وبتطلع مرة واحدة لما الظروف كلها تتجنن. بعد ما فهمت كل ده رجعت أبص على السكرين وأنا بضحك. حرفيا الدنيا لفت ورجعت تاني عند رقم 1، أو بمعنى أدق رقم 301. اللحظة دي كانت مزيج بين حظ وصدفة وبقايا كود خلاها تظهر. وده اللي خلاني أسأل نفسي سؤال غريب جدا: لو حاجة اتلغت من 10 سنين ولسه ممكن تظهر، يبقى يا ترى في كام حاجة زيها مستخبية جوا يوتيوب وإحنا مش واخدين بالنا؟ الموضوع خلاني أشوف المنصات الكبيرة بسيناريو تاني، إن مش كل حاجة من شومها ثابتة، وإن في حاجات بتحصل ورا الكواليس، ولو عندك عين مدقة هتلقط حاجات زي دي. وفي الآخر سبت نفسي أسأل سؤال للجمهور: هو أنا الوحيد اللي صادف الجليتش ده؟ ولا حد قبلي شاف الرقم 301 طالع من القبر ورجع تاني يحرك اليوتيوب؟